النادي الأهلي نفى ما تم تداوله عبر صفحة أحمد حسن بشأن تواصل أحد لاعبيه مع شيكو بنزا لاعب الزمالك، مؤكدا عدم وجود أي تواصل من الأساس، وأن لاعب الزمالك متواجد مع فريقه في الإسماعيلية. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أكد عدم وجود أي تحذيرات طبية بشأن إقامة مباريات في أول أيام رمضان، وبالتالي لا نية لتأجيل مباراة الأهلي والجونة. الأهلي يبحث عن مهاجم قوي في الصيف. الإدارة بدأت التحرك مبكرا للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز بسبب عدم الاقتناع الكامل بمستوى المهاجم الجديد كامويش، الذي يعاني من عدم الانسجام والجاهزية البدنية والفنية. تقارير تشير إلى أن عقوبة الأهلي في أزمة مباراة الجيش الملكي ستكون مالية على الأرجح، مع احتمال إيقاف الجماهير لمباراتين مع إيقاف التنفيذ. كما تسود حالة غضب داخل الأهلي بسبب ما اعتبره النادي تصعيدا غير مبرر من الجانب المغربي. حسين الشحات تعرض لهجوم إعلامي وجماهيري مغربي بعد مناوشات نهاية المباراة رغم عدم معاقبته من حكم اللقاء. أحمد سيد زيزو يطمح للعودة بمستوى أقوى في مباراة زد المقبلة لتعويض فترة تراجع الأداء قبل الإصابة. محمد الشناوي ووليد صلاح الدين أقنعا المدير الفني بإقامة التدريبات ليلا بدلا من صباحا خلال شهر رمضان. النادي نفى منع إمام عاشور من الظهور في برنامج رمضاني. مواقع الإحصائيات العالمية أشادت بمصطفى شوبير باعتباره الأكثر تصديا في دور المجموعات. أحمد دياب أعلن أن جائزة بطل الدور الموسم المقبل ستتجاوز 20 مليون جنيه مع استمرار النظام الحالي لموسمين ورفع عدد الأندية إلى 20 فريقا ثم العودة إلى 18. سمير محمود عثمان أكد أن الحكم أمين عمر هو الأفضل حاليا والأجدر بتمثيل مصر في كأس العالم. أحمد شوبير انتقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب سرعة إدانة جماهير الأهلي، معتبرا أن العقوبات يجب أن تكون مالية فقط. طلعت يوسف أكد أن الأهلي قدم مباراة قوية وكان قادرا على الفوز بنتيجة كبيرة، مشيدا بأداء محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر، ومؤكدا أهمية التركيز لإمام عاشور داخل الملعب. هناك غضب من الأهلي وبيراميدز بسبب اتجاه اتحاد الكرة لتقليل عدد اللاعبين الأجانب استجابة لرؤية الجهاز الفني للمنتخب. ضياء السيد أبدى قلقه من احتمال تأثر قرارات الكاف بنفوذ المغرب، مطالبا الأهلي بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات مستقبلية.